السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبشرة خير للجميع. توقعات جميع الأبراج بداية أو يوم 26 مايو 2024، وهنقول توقعات للجميع في هذا اليوم المهم يحدث فيه انتقال للمشتري إلى برج الجوزاء، وأيضا القمر متواجد في برج الجدي. أكثر الأبراج حظا خلال تلك المرحلة هم طبعا برج الجوزاء، برج الميزان، وبرج الدلو، وبرج الجدي، ويسعد معهم نوعا ما برج الثور، وأيضا برج العذراء. دول من أكثر الأبراج حظا خلال تلك الفترة. أكثر الأبراج اللي تحذر خلال تلك المرحلة في البداية برج السرطان، وايضا هنقول نوعا ما برج هنقول القوس، نوعا ما ناخد بالنا. هتكلم معاكم بالتفصيل عن تلك الفترة والتوقعات لجميع الابراج، لكن تنويه كده، الناس اللي بتتابعنا اشتراك يا جماعه، تفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوفنا يعني تاني وحابب ان انت تتابعنا، طبعا يوم مهم جدا وهيبقى بدايه مصيريه عند البعض من اللي يعني بيتجاوبوا مع الاحداث واللي بيشوفوا الصح وبيعملوه، يعني الناس اللي استوعبت الدرس. اللي عايز قراءة يا جماعة زي ما قلت رقم مكتوب على عنوان الحلقة، اللي عايز قراءة خاصة. ونبدأ في حلقة مهمة لجميع الأبراج، ونبدأ ببرج الحمل. برج الحمل يوم 26 عندك تمركزين في البيت الثالث والبيت العاشر، المشتري في البيت الثالث و هنقول القمر في البيت العاشر، ده بيت السمعة وده بيت العلاقات. عندك ميكس كده حلو جدا، فترة حلوة قوي ورايقة، وهتكون عليك قبول كبير جدا، وستكون من أكثر المحظوظين في النفسية وفي العلاقات، ومن الممكن أن تنجز أمور مهمة جدا في حياتك خلال هذا اليوم. ببشر بالخير وإن شاء الله يوم حلو. برج الثور، التمركز في بيتك الثالث، بيتك الثاني والبيت التاسع، الحظ، يعني عندك حظ ما شاء الله في انفراجة بداية من بكرة. ببشر بالخير، عندك أنت من أكثر المحظوظين خلال تلك المرحلة. زي ما أنا قلت في البداية، ستكون من الفترات المحظوظة جدا في الأمور المالية، لكن في عصبية في العلاقات العاطفية. ببشر بالخير، التجمع الكوكبي للمشتري والقمر يجعلك أسعد سعيد. الجوزاء، أنت من أكثر المحظوظين خلال المرحلة نتيجة لوجود المشتري في برجك والقمر في بيتك الثامن، لكن القمر في بيت الغموض. هتبقى محظوظ جدا إنك تكتشف أيضا حاجات كانت تدار ضدك، يعني بداية من بكرة كده عندك انفراجة وعندك طاقة رائعة وبشرة خير، وأيضا هتكتشف كل شيء كان بيدار ضدك، يعني حظ من كله. أنت من أكثر المحظوظين، حتى في الأمور السيئة أنت الأكثر حظا في اكتشافها. إن شاء الله كله خير. طيب، بالنسبة لبرج السرطان، أنت من أكثر الشخصيات اللي ممكن تتفاجئ خلال اليوم بمفاجآت غير متوقعة. يعني هتكون محظوظ بأنك تكتشف أمور عشان ما تكونش على عماك. هتكون محظوظ أنك نوعا ما تجد الحل في أمور كانت بالنسبة لك صعبة، أو قرار بالنسبة لعلاقة، أو قرار بالنسبة لأمر ما مهم في حياتك. فترة ستكون من أكثر الشخصيات التي تعلم حقائق، لكن عليكم مواجهة الأمر الواقع. برج الأسد، حبايب برج الأسد، التوزيع الكوكبية في بيتك ال11 بيت العلاقات وبيت العمل والصحة. يعني بكرة يوم كده عندك رائع جدا جدا في كل شيء، بالنسبة للعمل، بالنسبة لعلاقاتك، بالنسبة لصحتك هتنتبه ليها، في جديد رائع جدا. وببشر بالخير حبايبي برج الأسد. برج الأسد عندك حق راجع لك بأمر الله، في حق راجع لك خلال تلك أو بداية من تلك الفترة. برج العذراء، أنت من أسعد السعداء ومن أكثر الشخصيات اللي عليك العين وفي القبول الكبير، وستكون من أكثر الشخصيات التي تجد لها طريق جديد في حياتها. فترة رائعة، وستكون من أكثر المحظوظين في كل شيء. التمركز الكوكبي في بيت السمعة وبيت تحقيق الأهداف، وأيضا بيتك الخامس بيت رائع جدا هو برج الجدي القمر.
والمشتري في بيتك العاشر، لكن القمر أيضا في برج الجدي وبيت الخامس بيت العلاقات والمال. فكل شيء عندك رائع. حبايب برج العذراء ببشر بالخير. برج الميزان، أنت من أكثر المحظوظين في الأمور المالية، في أمور العمل، وأيضا حتى في علاقاتك. فترة تشهد وإن كانت مع الدائرة المقربة هتبقى مكهربة نوعا ما، يعني في توتر نوعا ما، لكن في حظوظك بتاعتك ونفسيتك ستكون من أكثر المحظوظين. وفترة بداية رائعة لشهور طويلة قادمة بانتقال المشتري إلى بيتك التاسع بيت الحظ. ببشر بالنجاح والفرص المالية وكل شيء. برج العقرب، خلال الفترة أنت من الأبراج التي ستكون لديك الحاسة السادسة القوية جدا وعلاقات رائعة، أو بداية انفراجة في علاقات كانت سيئة في وقت من الأوقات، يعني تجد مخرجة وحل كده لأمر ما في حياتك كان صعب، خاصة مع الدائرة المقربة. لكن خلال الفترة هتكتشف بعض الأمور أو المستجدات التي لم تكن على البال ولم تكن في الحسبان. علشان كده ناخد بالنا كويس جدا ان احنا لا ما يتلعبش بالعواطف بتاعتنا او نحكم على اي شيء بقلوبنا او بالعاطفه. اللي تكتشفه لازم تحسمه ايا كان انت اكتشفته. برج القوس، حبايب برج القوس، انت من اكثر الابراج اللي هيكون عندها تفكير مالي او تفكير متعلق بالعمل او المال اكتر من الايجابيه، يعني ايجابيتك في العمل والمال اكتر من ايجابيتك مع شريك الحياه او في العلاقات العاطفيه. فتره ليكم نحاول ان احنا بلاش العصبيه مع شريك الحياه، خاصه المتجوزين المرتبطين. لكن السناجل او الناس اللي لسه مش مرتبطه دول اكثر حظا في العلاقات الجديده، لكن العلاقات القديمه تحزن. اما بالنسبه للمال فانت اكثر سعاده، وبقول ليكم انفراجه بامر الله. حبايب برج الجدي، أنت من أكثر المحظوظين خلال هذا العام أيضا، مش اليوم كله، ده العام كله بأمر الله. المشتري ينتقل إلى بيت العمل والصحة والقمر في برجك، أنت تتصدر. القمر في برجك والمشتري يسعدك ماليا وفي الصحة وفي المال والعمل، ستكون من أكثر السعداء. فترة تتنفس السعداء، وستكون أنت الأكثر جاذبية، الأكثر نجاحا، الأكثر انفراجا. ببشر بالخير الكبير والكتير حبايبي برج الجدي. أما بالنسبة لبرج الدلو، عندك أمرين مهمين، عندك انفراجة رائعة في المال والعمل، لكن معها شعورك بالحزن اتجاه شخصيات أو بالضيق اتجاه شخصيات ممكن يزداد، ومن الممكن أن تأخذ قرارات مصيرية اتجاه البعض. لكن اهتمامك الأكبر هو سيكون في الأمور التي تتعلق بالمال والعمل، وأنت من أكثر المحظوظين في هذا. أما بالنسبة لي في الأخير إلى برج الحوت، فالفترة ستكون مبسوط بالعلاقات الجديدة، مش العلاقات اللي انت كنت فيها. فترة تكتشف نفسك أكتر، تكتشف أنك الأفضل، تكتشف أنك في بدايات رائعة، وستكون من أكثر المحظوظين بلا منازع خلال تلك المرحلة في الوصول لأهدافك، ومرحلة رائعة جدا في العلاقات الجديدة. هاي تاني التنويه، الناس اللي بتتابعنا اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. انت حابب ان انت تشوفنا تاني، لا عايز قراءة خاصة، بعمل قراءة مكالمة مباشرة الساعة 2-3، بعرفك كل شيء عن حياتك، السنوات القادمة، السنوات الأكثر حظا كل حظا، كل شيء. اللي عايز قراءة يتواصل على رقم الواتس جنب الشاشة، كاتبه على عنوان الحلقة. يا رب كده جميع الأبراج تكون بأمن وأمان. السلام عليكم.